بسم الله الرحمن الرحيم. استعدادا لكأس الأمم الإفريقية نكمل الحديث عن منتخباتنا العربية، والمنتخب التالي هو المنتخب المغربي. قليل من الإحصائيات: تأسس عام 1957. المباراة الدولية الأولى مع منتخب العراق 19/10/1957 وانتهت بالتعادل 3-3. الهداف التاريخي أحمد فرس برصيد 36 هدف. أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب برصيد 115 مباراة نور الدين نايبت. أكبر فوز على السعودية 13-1 بتاريخ 6/9/1961. أكبر خسارة من المجر 6-0 بتاريخ 11/10/1964. قليل من الإنجازات: كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة، ووصيف مرة. كأس العرب مرة. دورة الألعاب العربية مرتين. كأس العالم. هو الفريق العربي والإفريقي الوحيد الذي وصل للمربع الذهبي. أما عن المغرب ببطولة الأمم الإفريقية، في ثاني مشاركة له سنة 1976 كان في مجموعة من نيجيريا، زئير والسودان، يصعد بعد تصدره للمجموعة إلى المربع الذهبي. وكان المربع الذهبي في ذلك الوقت يعد كمجموعة كانت تضم غينيا، نيجيريا، مصر. بعد فوزه على مصر ونيجيريا وتعادله مع غينيا، يحمل اللقب الأول له، ويكون أفضل لاعب أحمد فرس. يحصل على المركز الثالث عام 1980 والمركز الرابع 86 و88، ليتغيب عن النهائي فترة كبيرة ليعود عام 2004 في مجموعة تضم نيجيريا، جنوب أفريقيا وبنين. يتصدر المجموعة ويواجه الجزائر ويتغلب عليها 3-1. وفي قبل النهائي يواجه مالي ويفوز عليها 4-0. يواجه في النهائي صاحبة الأرض والجمهور تونس في نهائي عربي شاهده كل العرب، ويخسر بنتيجة 2-1. أما عن بطولة هذا العام، يدخل المغرب بنجومه الذي أوصلوه إلى المربع الذهبي في كأس العالم الماضية، ليتواجد في كأس الأمم الإفريقية في المجموعة السادسة. نتمنى له كل التوفيق وتحقيق الكأس للمرة الثانية.